ديما راسك. السلام عليكم ورحمة الله. نبداو عدد اليوم من جورنال فيغ بخبر عنوانه مباراة ودية للرجاء في فترة التوقف الدولي. وكتجه إدارة فريق الرجاء الرياضي رفقة الطاقم التقني للنادي الأخضر بقيادة الألماني جوزيف زامباور برمجة مباراة ودية خلال فترة التوقف الدولي. وفقا لمصدر خاص ففريق الرجاء كيعمل على برمجة مباراة ودية يوم الجمعة المقبل، علما أن الفريق غيستأنف تدريبه اليوم الأربعاء بعد ما استفاد من راحة 3 أيام منح زامباور اللاعبين بعد مباراة الشباب الرياضي السالمي. وكيرغب الطاقم التقني لفريق الرجاء بقيادة زامباور من خلال برمجة مباراة ودية للحفاظ على اللياقة البدنية للاعبين وتجهيزهم من المباريات المقبلة في الدوري الاحترافي. يذكر أن فريق الرجاء كيحتل صدارة البطولة الوطنية مؤقتا برصيد 17 نقطة مناصفة مع الجيش الملكي والنهضة البركانية. مكتب الرجاء يحسم في ملف الثنائي زنيتي وروجياولو، ومرتقب باش يجالس المكتب المديري لفريق الرجاء الرياضي كل من حارس أنا زنيتي والدولي الطوغولي روجياولو على خلفية أحداث مباراة الشباب الرياضي السامي في إطار 9 جولات الدوري الاحترافي. وتقرر باش ينعقد الاجتماع اليوم الأربعاء مباشرة بعد عودة لاعبي الفريق الأول للتدريب الجماعية إثر استفادتهم من الراحة. وكيجي هذا الاجتماع على خلفية تجاوب اللاعبين بقوة مع الجماهير الرجاوية اللي كانت حاضرة لمتابعة مباراة فريقها أمام الشباب الرياضي السالمي، بحيث ما تقبلش أنا زنيتي وروجياولو انتقادات الأنصار لهم أثناء خروجهم من الملعب بعد صافرة النهاية. زامباور يوجه طلبا ملحا لمكتب الرجاء الرياضي. وقدم مدرب فريق الرجاء الرياضي جوزيف زامباور طلب للمكتب المسير للنادي برئاسة محمد بودريقة من أجل تعديل المسار وتصحيح النتائج إثر إهدار نقاط المباراة الأخيرة الماضية أمام الشباب السوالم. وأكد مصدر خاص أن زامباور مستاء من وضع الخط الأمامي للفريق، ودعا المكتب المسير للنادي للتعاقد مع مهاجم صالح في ميركاتو الشتوي القادم إذا كانت عندهم رغبة في تصحيح الوضع والمنافسة على درع البطولة الوطنية هذا الموسم. وتابع نفس المصدر أن مدرب الرجاء على دراية بحجم الضغط الكبير الملقى عليه، الأمر اللي يدفعوا لدعوة المكتب المسير للتعاقد مع مهاجم هداف قادر على تسجيل الأهداف، كون إشكال الفريق كيبقى في إتمام الهجمات، مع العلم أنه عرف كيفاش يخلي اللاعبين يوصلوا في العديد من المرات لمربع عمليات الخصم. وكيل يقترح على الرجاء التعاقد مع لاعب ودادي. واقترح أحد الوكلاء على رئيس فريق الرجاء الرياضي محمد بودريقة التعاقد مع أحد لاعبي الغريم التقليدي. وحسب جريدة الأخبار فوكيل أمال اللاعبين معروف اقترح على محمد بودريقة التعاقد مع المهاجم الودادي زهير المترجي اللي دخل في شنآن مع المدرب عادل الرمزي وتم إبعاده عن المجموعة منذ بداية الموسم الجاري. وكيقترب المترجي من فسخ عقده مع الغريم التقليدي في الميركاتو المقبل بعد ما بات خارج حسابات النادي إثر وقوف رئيس الغريم سعيد الناصري سد أمام انتقاله للدوري المصري بعد ما تلقى عرض من بيراميدز. هذا وكينتظر وكيل اللاعبين الرد النهائي لمحمد بودريقة حول إمكانية توقيع المترجي من عدمها للحسم رسميا في وجهة اللاعب في الميركاتو المقبل واللي غينطلق في شهر يناير 2024. في نظركم واش اللاعب المترجي غيكون مناسب للفريق الأخضر في حالة ما تمت الصفقة، أو أنه يقدر يخلق مشاكل للنادي كما وقع مع محمد الناهيري؟ لعنة الرجاء تطارد عمرو وردة ويفسخ عقده للمرة الثالثة على التوالي. وفسخ الدولي المصري عمرو وردة لاعب نادي فاركو المصري واللاعب السابق لفريق الرجاء العقد اللي كيربطو بفريقه على بعد أقل من شهر من الانضمام ليه في مرحلة الانتقالات الصيفية الماضية. وفسخ الفريق المصري برئاسة عز الدين يشاخ عقد وردة بالتراضي بناء على توصية من الطاقم التقني بقيادة خالد جلال المدير الفني للفريق. وكشف موقع اليوم السابع المصري أن إدارة نادي فاركو عقدت جلسة مع عمرو وردة في الأيام قليلة الماضية واتفقوا على الفسخ العقد بالتراضي، خاصة أن اللاعب بات خارج حسابات الجهاز الفني. وكان عمرو وردة انضم لصفوف نادي فاركو خلال الميركاتو الصيفي الماضي في صفقة انتقال حر
قديما من صفوف نادي انورتوسيس فاماغوس القبرصي، بحيث رحل على صفوف الفريق البرتقالي بعد اقل من 6 اشهر من التعاقد معه. وبات فريق فاركو رابع نادي كينضم ليه الدولي المصري عمرو ورده في ظرف شهر واحد فقط بعد الرجاء ودوكسا القبرصي ثم استقلال طهران الايراني. وما عمرش ورده طويلا في الانديه المشار لها، بحيث فسخ عقده ايام قليله بعد ذلك. يشار ان عمرو ورده كان فسخ عقده مع فريق الرجاء الرياضي بالتراضي لاسباب نفسيه وصحيه. اتحاد طنجة في الصدارة والرجاء ثانيا في نزاعات الأندية. وكشفت العصبة الاحترافية على تفاصيل نزاعات ومديونيات الأندية الوطنية في قسميها الأول والثاني. وتصدر فريق اتحاد طنجة ترتيب الأندية الوطنية بنزاعات بلغ مجموعة أزيد من 4 مليار سنتيم مجتمعة بين أحكام نهائية وملفات جارية. وبلغ مجموع الأحكام النهائية الصادرة في حق فريق اتحاد طنجة أزيد من 1,200,000,000 سنتيم، في مبلغ مجموع النزاعات الجارية للفريق الأزرق أزيد من 3,200,000,000. وجا فريق الرجاء الرياضي في المركز الثاني من ناحية النزاعات، بحيث بلغ مجموع الأحكام النهائية في حق الفريق الأخضر أزيد من 1,300,000,000 سنتيم و2 مليار و100 مليون بخصوص النزاعات الجارية. وحل مولدي توجد في المركز الثالث بما كيفوق مجموع 2 مليار و800 مليون سنتيم. ثم المغرب فاسي رابعا بما كيفوق 2 مليار و700 مليون. وغيكون فريق الرجاء مطالب بتسويه مبلغ النزاعات في اقرب وقت ممكن لضمان اجراء تعاقدات جديده في ميركاتو الشتوي القادم. كان هذا اخر خبر رجوي في هذا اليوم جورنال فيغ. في امان الله، ونتلاقاو في اخبار رجوي جديده ان شاء الله. إلا بان لكم العمل ديالنا كيستاهل التشجيع، ما تنساوش الاشتراك في القناة والاعجاب بالفيديو، وتخليو شي تعليق فيه ارائكم وتشجيعاتكم وحتى انتقاداتكم البناء.